لسه راجع من بره وباقي ساعه على الفطار، فقلت لازم اعمل لي حاجه سريعه عشان نلحق نفطر على المغرب. وانا مروح وانت معدي على الراجل بتاع الفراخ جايب لي من عنده صدر كامل ومقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين، ونزلت عليها بملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ورشه بابريكا وشويه خل، وهنقلب كل حاجه مع بعض. لا مفيش وقت ان احنا نسيبها في التلاجة، احنا هنحمرها على طول. وفي اي طاسه عندنا على النار هنقوم نازلين بمكعب زبده، قبل ما الزبده تبدا تدوب معانا هنقوم نازلين بالفراخ ومحمرينها لحد ما لونها يتغير، بس تقريبا هتستوي نص سوا. وهنقوم شايلين الفراخ ونازلين بمكعب زبده وبصل وتوم، واول ما يبداوا يتحمروا شويه هنقوم نازلين عليهم بمعلقتين صلصه وكوبايه كريمه، ونقوم مخففينهم بكوبايتين لبن حليب. وهنقوم نازلين بالتوابل بتاعتنا، ملح فلفل اسمر بابريكا والزعتر هيودي الطعم في حته تانية، ونقلب كل حاجه مع بعض، ونقوم راجعين بالفراخ بتاعتنا عشان تكمل سوا. هنقوم سالقين المكرونه بتاعتنا في ميه سخنه فيها رشه ملح، حوالي استخدمت 200 جرام مكرونه. واول ما المكرونه تتسلق معانا نقوم صفينها ونازلين بيها على الخلطه بتاعتنا، ونقلب كل حاجه مع بعض. وقبل ما تستوي هنقوم مهدين النار ونازلين عليها بشويه جبنه موتزاريلا، ونمكسوا كل حاجه مع بعض. وبس كده احنا خلصنا. هنقوم غارفين في طبق مع رشه بقدونس، واكتبوا لي تحت في الكومنتات فطاركم ايه النهارده. ولو انت بصيت عندي في اول كومنت فانا سايب لك برنامج ممكن يفيدك.